حلاوة المولد عندي أنا وبس. تعالي النهاردة هخليكي تعملي أحلى حلاوة المولد بطريقة مش هتشوفيها على أي قناة تاني. إن شاء الله هعملك النهاردة حلاوة المولد بطريقة جميلة جدا زي المحلات المشهورة بالظبط. وأنا أضمن لك أول ما تجربيها وتدوقي طعمها هتوديكي في حتة تاني جدا. تعالي بقى نشوف الحلاوة النهاردة عملناها ازاي على قناة إيمان عرفة. وأتمنى لو حضرتك جديدة معايا في القناة اوعي تنسي تعملي لي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بقدمه. طبعا شايفين السمسميه شكلها عامل ازاي بيتكلم عن نفسها. انا مش محتاجه اقول لكم انا يعني السمسميه طلعت معايا جميله ازاي، ولا الحمصيه ولا الفوليه. ان شاء الله هنعملها النهارده بطريقه جباره جدا مش هيختلف عليها اتنين. نسمي الله ونصلي على الرسول. نبدا معاكم حلقتي النهارده بحلاوه المولد. هنا انا عندي السمسم وعندي الفول السوداني والحمصيه. اهم حاجه في الوصفه بتاعتي اللي انت تخرجي يعني تحمصيها كويس على البوتاجاز عشان تخرجي الهواء منها، عشان ما تكونش رطبه وطريه معاكي، عشان ما تيجي تعملي حلاوه المولد تبقى ناشفه معاكي وتديكي احسن نتيجه. دي اهم حاجه في الوصفه، اللي احنا نقلب العلف اللي احنا جايبينه كويس جدا زي الحمصيه او السمسميه او الفول السوداني. بنقلبه كويس جدا عشان نخرج الهواء بس منه كده، وما نيجي نعمل حلاوه المولد يكون ناشفه معاكي ما تطراش. هنا بقى هبدأ ان انا اجهز اي صينية عندك، ومعاها كيس اللي هو بتاع التلاجة، الكيس البلاستيك العادي، وبدهنها بشوية زيت خفيف جدا زي ما انتوا كده شايفين معايا في الفيديو. كده انا بحضر الحاجات اللي انا هبدأ بيها حلاوة المولد. هنا معايا كوباية من السكر، نص كوباية من المية، بقلبهم كويس جدا واحط عليهم معلقتين من عسل الكلوكوز. شايفين طبعا الشكل عامل ازاي والمقادير عاملة ازاي. هنا انا مش هخليها تتعقد معايا زي الشربات، ولا هخلي اللون معايا يغمق. انا عايزة لون الشربات بتاعي يكون فاتح. ليه بيكون فاتح؟ عشان يديكي احسن نتيجة، وقطعة العلف بتاعتي هتبقى متماسكة، ومش عايزة ان اللون يغمق، هيديني مرارة في طعم الحلويات. وهنا بقى المقادير بتاعتي بجد دي هتخليها فخرة معاكي. هنحط معاها معلقة من ماء الورد، كيس فانيليا، معلقة من السمنة البلدي. ما عندكيش سمنة بلدي ممكن يعني تشتري من عند العلاف او العطار او مستلزمات الحلويات. يعني ريحة السمنة البلدي هي اسمها كده، ريحة السمنة البلدي هتشتريها تحط عليها نقطتين، هتديكي طعم جميل جدا في حلاوة المولد. المقدار ده على كوبايتين من الفول السوداني، يعني كوباية سكر، نص كوباية مية، كيس من الفانيليا، معلقة من ماء الورد، معلقة من السمنة البلدي. الوصفة دي غير الوصفة السمسمية غير الحمصية، كل حاجة بيبقى لها مقدار معين. هنا بقلبها كويس جدا اول ما احط الفول السوداني عليها. وزي ما قلت لكم انا مش هخلي الشربات يعقد معايا، انا هخليه فاتح بس يكون اول درجات اللي هو الشربات. طبعا بتكون سخنة جدا. عندك كيس زي ما انتوا شايفين ماما بتعمل ازاي. ممكن تستخدمي الكيس، ممكن تستخدمي القلافز اللي هو الجوانتي اللي هو بتاع المطبخ، وممكن عندك اللي هي النشابة عادي ما فيش مشكلة. وبتبدأي وهي طرية كده اول ما تسوي الشكل تبدأي تقطعيها، عشان لو نشفت معاكي وتيجي تقطعيها هتتكسر معاكي. بتقطعيها على طول وهي سخنة كده، عشان ما تيجي يعني تتعرض للهواء هتنشف معاكي، ولو كده كسرتيها او قطعتيها هتتكسر معاكي والشكل مش هيكون مظبوط. وانا اشهد لك لو عندك اطفال مش هيخليك ان انت تكملي الوصفه التانية من جمال الفوليه. كده انا خلصت الفوليه، هبدا ان انا اجهز في السمسميه بتاعتي. انا هنا كان معايا 6 كوبايات من السمسم. عايزه تجيبيه محمص دي على حسب الرغبه، عايزه تجيبيه ابيض وتحمصيه على ايدك على البوتاجاز على نار هاديه زي ما انا عملت في اول الفيديو، دي بترجع لراحه حضرتك. هنا حطيت كوبايه وربع من السكر، عليهم كوبايه الا ربع من الميه، وعليهم معلقتين من عسل الكلوجوز. بخلوهم يغلوا شويه زي ما انتوا شايفين اول ما يجي الفوران ده، وقبل ما اللون يغمق معايا بس بيكون فاتح يعني ابيض شفاف. ببدا ان انا احط السمسم بتاعي واحط قبلها المقادير بتاعتي اللي هي نص معلقه من السمنه البلدي، وكمان معايا معلقه او معلقه ونص من ماء الورد، بس انا حطيت معلقتين طبعا عشان هي كميه كانت كتيره شويه. وحطيت كيس من الفانيليا، ومقدار تاني برضو حطيته اللي هو معلقه من البيكنج باودر
زي ما انتوا شايفين كده، عشان يخلي السمسمية معايا هشة وجميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده قلبت المكونات في البعض، وهبدأ ان انا احط السمسمية واقلب كويس جدا. وعايزه اقول لكم اول ما تحطي العلف بتاعك سواء السمسميه سواء الحمصيه الفوليه لازم تقلبي كويس جدا، ما تخليهاش تتعرض للهواء، وخليكي كده على نار هاديه جدا، وقلبي كويس جدا وبسرعه، اسرع درجه عندك، عشان بجد هو لما يجي يتمسك معاكي مش هتعرفي تفرديه ومش هتعرفي تقطعيه. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت بالشكل ده. معايا اكياس، والخشبه اللي يعني الجزء اللي الخشبه اللي انا بقطع على السكينه اللي انا بقطع بينها هي دي فردت بيها السمسميه. بس طبعا ما كنتش اعرف اصور انا بفردها، بس انا يعني فردتها وماما وريتكم انا فردتها ازاي. وبتبدأ ان انتوا تقطعوا كده بس بسرعه، عايزه اقول لكم بسرعه لدرجه لا تتخيلوها، لان السمسميه بتنشف بسرعه. زي ما انتوا شايفين طبعا الشكل عامل ازاي بيتكلم عن نفسه الصراحه. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك وتعملي كمان اشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل لو حضرتك جديده معايا في القناه. زي ما انتوا شايفين هنا بقى هبدا ان انا اعمل الحمصيه بتاعتي. هنا المقدار معايا كوبايتين من الحمص، معايا هنا كوبايه من الميه، انا اسفه كوبايه من السكر، ونص كوبايه برضو من الميه، يعني كوبايه سكر ونص كوبايه ميه. هسيبهم يغلوا، احط عليهم معلقه ونص من العسل الكلوكوز او معلقتين، بس خليها معلقتين عشان لو العسل الكلوكوز ما كانش مركز زي اللي انا جايباه، لان انا جايباه بصراحه من المكان موثوق منه، حاجته بصراحه لا يعلى عليه. هنا حطيت نص معلقه من سمنه البلدي، وكيس فانيليا برضو معلقتين من موارد، دي حاجه اساسيه عشان يدوني الطعم الجميل. والسمنه البلدي عشان يديكي الطعم اللي هي زي المحلات الفاخره، وما تيجي تستخدموا تعملوا الوصفه بجد وتدوقوا طعمها هتعرفوا ازاي يعني الطعم هيتفرق معاكم كتير. الحاجه الجاهزه دلوقتي الكيلو من سواء السمسمه او الفوليه ب 160 و 180 طبعا، وعلى حسب المكان وعلى حسب المنطقه اللي انت قاعده فيها. طبعا في اماكن بتبقى غاليه جدا، اعملها في البيت ممكن تصرفي عليها بس هتديكي كميه كويسه جدا. يعني انا صرفت 200 جنيه على يعني على الحلويات المولد في الفوليه والحمصيه والسمسميه. زي ما انتم شايفين انا قلبت كويس جدا زي السمسميه والفوليه اول ما اتعقد معايا، وبقيت اقطعه. بس الحمصيه بتبقى سريعه برضو بس مش صعبه زي السمسميه. السمسميه بتبقى عايزه ايدك تكون سريعه معاكي وتحضريها على طول. زي ما انتوا شايفين طبعا الجمال عامل ازاي، حلاوه المولد عندنا احنا وبس. واتمنى لو حضرتك جديده معايا في القناه اوعى تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. اوعى تنسي كمان اللايك. زي ما انتوا شايفين السمسميه عامله ازاي طبعا، والفوليه بجد والله الوصفه جميله جدا. طبعا المقادير بتاعتي دي انا اشهد لكم مش هتلاقوها في اي قناه تاني. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تديني اشتراك على القناه واللايك.